نرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا. ألم تر كيف يوقرهم النجاشي؟ لقد قال لي: ويحك يا عمرو، اطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق. لقد فتن به النجاشي. إن أمره لعجيب. أشعر أننا سوف نهزم محمد. نحن نخرج اليوم خلف خالد بن الوليد حتى نعود وقد قضي أمر المسلمين تماما. أهلا بآل طلحة. لقد أتيت يا طلحة بأبنائك جميعا. ألا تخاف من قتلهم جميعا فتصبح بلا أبناء؟ إني أمام غاية الانتصار أضحي بكل شيء يا خالد حتى ننتصر على جيش المسلمين. إذن هيا بنا لنقاتلهم ونهزمهم. أما آن لك أن تنسى يا رجل؟ إني لم أرك منذ قتل والدك وأشقاؤك رغم مرور السنين إلا وأنت حزين. ولن تزورني السعادة إلا عند انتقامي من المسلمين. اليوم سيزول حزني بعد جمع الأحزاب ضد المسلمين. إنكم أحبار اليهود، عقول اليهود ولسانهم، تعلمون أمر محمد النبي الجديد وما يطمع إليه في القضاء علينا وعليكم. لذا أطلب منكم مساعدتنا والانضمام إلينا حتى نفتك به لتعود قريش مثلما كانت. نحن نعلم حقدك عليهم وكرهك لهم، ونعلم خوفك منهم، وحتى لا يسرقوا منك مفاتيح الكعبة تريد منا أن نساعدك. نوافق على أن تسمعوا كلامنا، فنحن لن نشترك حتى يحين موعدنا. اقترب يوم ثأري، لقد جمعنا الأحزاب ضد المسلمين. كيف هزمنا محمد؟ كيف انتصر على الأحزاب وحده؟ كيف يا عثمان نعود مهزومين ونحن أسياد القوم؟ لقد هزمنا محمد لأنه صبر وآمن بالنصر. هزمنا لأنه لم يستسلم إلينا ولم يلتفت إلى عددنا. أصحيح أن مفاتيح الكعبة سيأخذها منك محمد وأصحابه يا عثمان؟ لا، لن يأخذ مفاتيح الكعبة أحد. لن يستطيعوا نزعها مني. لقد ورثنا مفاتيح الكعبة من مئات السنين. كيف سنعيش بدونها؟ لا تفعل بنفسك ما تفعل يا عثمان. إنهم منتصرون وسيأخذون كل شيء منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
لماذا تضم مفاتيح الكعبة هكذا إلى صدرك؟ أخاف أن أفقدها. ستفقدها بإحساسك هذا. بل لن أفقدها أبدا. إني أعلم هذا، وأشعر أن إحساسي ويقيني صادق. كيف تجزم بشيء لا تملكه؟ لا أملكه؟ كيف تتحدثين حديث الشؤم أمامي؟ أخاف عليك يا زوجي أن تفقد عقلك عندما يأتي المسلمون ويأخذون مفاتيح الكعبة منك. لن يأخذ أحد مني مفاتيح الكعبة أبدا. يا رجل، أما آن لك أن تهدأ؟ إنك تسرع في الخطى خلف محمد ودينه وتريد الانتقام، وفي كل مرة تعود هكذا مهزوما. أكره حديثك. لكنك تذكر الماضي وكيف حولت حياتك إلى مجرد فكرة انتقام من محمد وأصحابه، وهم الآن سيأخذون منك مفاتيح الكعبة. كيف تجرؤ زوجة أن تتحدث إلى زوجها هكذا؟ لأني أحبك يا عثمان. ما أحببت شيئا في حياتي قط مثلك. أنت أهلي وعشيرتي وفوق رأسي وداخل مقلتي. أحبك حب العبدة لربها. أنت الزوج والإله في قلبي. لن أتركك تغمض عينيك عن الحقيقة. سأتركك ولن أعود إلى البيت أبدا حتى تعلمي أن مفاتيح الكعبة لن تغادر قبضتي أبدا. فأنا لا أقوى يا امرأة. أنا لا أقوى على ترك الكعبة لطرفة عين. لقد أحببتك أيتها الكعبة. أحببتك كما أحب عيني وقلبي ولساني. بل أحبك يا كعبتي كحبي لنفسي، بل كحبي لروحي في يوم جديد تدب فيه الحياة. أحبك يا كعبتي ولا أدري كيف أغمض عيني عنك. لا أدري كيف أبعد عنك. أمجنون أنا أم مهووس بحبك؟ أكتم أني بك مغرم؟ أكتم على الناس شغفي بستائرك؟ أكتم مقدار فرحتي ومفاتيحك حول صدري؟ وأنت تعلمين أني أخاف عليك وأذكرك دائما بالخير. فلماذا يهددونني بالبعد عنك؟ لماذا؟ أشعر بأنفاسك أيتها الكعبة تحيط بي. لا أعلم أهذا آخر يوم لي معك؟ لا أعلم. أهذه الليلة لن تأتي مرة أخرى؟ لا أعلم غير حبك، وأشعر أني ما خلقت إلا لأحمل مفاتيحك. ما خلقت إلا لأفتح بابك يا جميلتي، يا حبيبتي، يا أيامي وأيام عشيرتي، يا كل الكرم والعزة والقوة. فالحب لا يكون إلا إليك. لا أعلم أهو تجلي من الإله عليك أم هو تجلي من الإله على عيني ومسامعي ودقات قلبي. لا أتركك. حتى في المنام أنت منامي، وفي يوم الفراق أنت ونيستي. أنت يا كعبتي، أنت يا كعبتي. ما لك يا عثمان لا تذهب إلى بيتك؟ لن أترك باب الكعبة لأحد. وهل جننت يا عثمان؟ هل ستعيش داخل الكعبة؟ أتسكن الكعبة يا رجل؟
وأتمنى أن أموت داخلها على أن أفارقها. يقولون إن المسلمين على مسيرة يوم أو يومين من مكة. إنهم يدخلون مكة لا محالة، فعلينا أن نحصن أنفسنا ونخفي أموالنا بعيدا عنهم. علينا أن نلزم بيوتنا. كيف تقول هذا يا أبا سفيان؟ أتتركهم يدخلون علينا؟ يجب أن نخرج لهم حتى نقابلهم. لقد جمعتكم اليوم لنتشاور في أمورنا. سأقاتلهم حتى آخر لحظة في عمري، ولن أنتظر قدومهم. وماذا سيفعل عثمان بن طلحة؟ هل ستقاتلهم يا عثمان؟ أم ستسلم للمسلمين مفاتيح الكعبة؟ لا، لن أسلم أحدا شيئا. اهدأ يا عثمان، عليك أن تفكر فيما ستفعل بمفاتيح الكعبة حتى لا يأخذها أحد منك. لقد حافظت وأهلي وعشيرتي على مفاتيح الكعبة، وسلمها جيل إلى جيل بكل أمانة. تدبر أمرك يا عثمان، تدبر أمرك. الله أكبر 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 الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. يا معشر قريش، لقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يا عثمان، إلى أين؟ عليك أن تقابل رسول الله، فإنه يريد مفاتيح الكعبة. ودخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى داخلها ركعتين، فأنزل الله الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من باب الكعبة، وها هو العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب
يطلبان منه أن يعطي لهما مفاتيح الكعبة، لكنه صلى الله عليه وسلم يشير بالمفاتيح إلى عثمان بن طلحة، ويأمر عليا أن يعطيها له قائلا: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء يا ابن أبي طلحة، خذوها خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. يا سبحان الله، كنت بالأمس تجهز سيفك ودرعك لتقاتل المسلمين، واليوم تجهز سيفك ودرعك لتقاتل مع المسلمين، وتركت بيتك في مكة لتعيش في المدينة المنورة. بالأمس كنت لا أرى ولا أسمع، وليس لي قلب، وعندما كشف الله لي نور رسوله وبدا لي وجه الحق، أدركت حواسي سلطان الحبيب، واتسع قلبي بعد أن فتحت أبوابه ليدخل النور بعد المغيب. فبالأمس كنت لا روح لي، أما اليوم فظهرت روحي المسلمة. أخرج للحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى ألا أفارقه، فوالله كانت الكعبة عندي كل شيء. أما الآن فأترك الكعبة لأبنائي، وقلبي ليس فيه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارب عثمان بن طلحة مع جيش المسلمين أيام خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيام خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيام خلافة سيدنا علي رضي الله عنه. اللهم إني لك طائع، وعلى فراق الحبيب صابر. الحمد لله أن قلبي بحبه عامر، والشوق إليه يملأ جوارحي. اللهم إني أسألك أن تصلي عليه وترحمني من عذاب فراقه. يا أبتي، لما خرجت؟ فنحن هاهنا نقوم بما يسره لنا رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو في صدري نفس قبل موتي لأخرجته، وأنا في خدمة الحجيج طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.